إيه اللي بيحصل في الكوكب ده يا جماعة؟ تذكرة الطيران كانت ب $500 بقت ب $4000. الموضوع مش نصب ولا حظ وحش، دي لعبة العرض والطلب وتكاليف خارجة عن السيطرة. خلينا ابسطها لك. الطيران صناعة حساسة جدا لأي تأثيرات بتحصل في العالم، الوقود والطلب على السفر وعدد الطيارات الموجودة. ليه بقى السعر ده بيولع؟ ركز بقى معايا. وقود الطيارات غالي جدا وهو ده اصل التكلفه، والطلب على السفر زاد جدا الفتره دي. عدد الرحلات بقت اقل بكتير من الطلب وما عادش فيه كراسي كفايه، وشركات الطيران بقت تختار الرحلات اللي بتكون اعلى ربحيه. يعني ببساطه ناس كتير عايزه تسافر بس الكراسي اقل. يعني رحله من سيول للندن كانت ب $500 كانت بتوصل كمان ل $600، بقت دلوقتي ب $4000. ومش بس كده، الشحن الجوي كمان اتأثر. أي منتج بيجي بالطيران، إلكترونيات، قطع غيار، شحن سريع، كل ده سعره بيزيد أو بيتأخر. الموضوع ببساطة لما تكلفة التشغيل بتزيد زائد إن الطلب كمان بيعلى، السعر بيولع جدا. تفتكروا الأسعار دي هتفضل كده ولا نشوفها بتنزل تاني؟ قول لي رأيك في الكومنتات واستنوني مع كل جديد وكل خبر جديد. شكرا.